الزمالك بتعادل ايجابيا 1-1 مع اوتوهو الكونغولي. مباراه متواضعه لاجل الظروف اللي بيلعب فيها نادي الزمالك. ارضيه الملعب سيئه جدا، لعيبه بتلعب الساعه 3 العصر وهي صايمه، ان الرطوبه عاليه جدا، غير بقى جدول المباريات المضغوط جدا. ازاي كنت بتلاعب انبي يوم الاربع ويوم السبت بتلاعب اوتوهو في الكونغو؟ وهرجع عشان عندي ماتش تاني في الدوري. هتفرق ايه لو ماتش انبي ده اتقدم يوم بقى التلات بدل الاربع؟ كان عندك الاهلي وبيراميدز لاعبين الاثنين، حطني يا عم التلات، حطني الاثنين معاهم. يعني ليه تحطني الاربع واسافر الخميس والعب يوم السبت النهارده؟ ليه الزمالك بيتعامل معاك كده؟ ليه رغم كل الظروف اللي احنا قلنا عليها دي، لكن الزمالك كمان بيتعادل ايجابيا؟ تعادل النهارده بيقربنا للنصف النهائي ان شاء الله. الماتش الجاي بقى في القاهره ان شاء الله نكسب فرقه مش قويه ولا ضعيفه، فرقه متوسطه رغم الظروف اللي مر بيها الزمالك دي كلها. وباذن الله ان شاء الله الزمالك هياخد الكونفدراليه والزمالك هياخد الدوري المصري. وكل سنه وانتم طيبين، الزمالك هيفرحنا عشان الزمالك وجمهوره قلبهم ابيض. عايش.